بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حكايتنا النهاردة مع القديسة إيريني شفيعة الأمراض المستعصية، وحكاية التفاح المقدس اللي ربنا بعته لها. فالقديسة إيريني ولدت في القرن التاسع، وهي من مدينة كابادوك في القسطنطينية، وهي توفت والدتها وهي صغيرة جدا، فوداها أبوها لعمتها علشان تكمل تربيتها، ربتها على التقوى الصالحة. وفي الفترة حكمت البلاد الإمبراطورة سيودورا اللي رغبت في تزويج ابنها من فتاة مهذبة عندها أخلاق وتعاليم قوية، وتمتع بالجمال والثقافة اللي تأهلها إنها تحكم الإمبراطورية. فوقع الاختيار على القديسة إيريني، وهي كانت بتمتع بجمال باهر وبتقوى ونقاوة ملهمش مثيل. فتم استدعائها لحضور الإمبراطورية عشان تكون زوجة لابنة الإمبراطورة، واستسلمت القديسة إيريني للطلب وراحت بالفعل للقصر الإمبراطوري. ولما وصلت المدينة كان في فرح كبير، وكانت البهجة بتعم البلاد، لكنها فوجئت ان الشاب ده اختار فتاة اخرى وتزوجها، ففرحت فرح كبير جدا عشان الخبر ده، لانها عرفت ان العناية الالهية اتدخلت في الموضوع، لانها كانت على يقين ان ليها دعوة تانية غير الدعوة دي. وقررت القديسة إيريني دخول الدير وتكريس حياتها لرب، فكانت دايما نعمة ربنا بتحميها وتدلها على كل صالح ليها. فكانت إنسانة صالحة مثل الأرض الخصبة اللي بتحمل في المسيح ثمار كتيرة، واللي كانت بتخدم الكل بتواضع لم يسمعوا عنه من قبل كده، لأنها لا كانت بتشك في حد ولا بتحزن حد منها، وكانت دايما بتنتصر على أتعاب الجسد، وما كانتش بتكل من أعمال الدير. ووقت ما أي حد بيطلب منها طلب فكانت دايما بتسرع في عمله. علشان كده أحبتها كل رهبات الدير واحترموها، وزينتها النعمة الإلهية بسلوك مميز وبتقوى كبيرة. فكانت بتصلي لساعات طويلة جدا من الصباح إلى المساء، بسط يديها دايما ورفع ايديها للسماء، بتناجي إلهها بدون تحرك أبدا. هاجمها الشيطان بأشكال كتيرة جدا، لكن القديسة إيريني في كل مرة كانت بترسم علامة الصليب، وكانت بتستنجد بوالدة الإله العذراء مريم ورئيسي الملائكة الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل، وهما كانوا شفعاء الدير، وبالفعل كانوا بيحضروا، وقت حضورهم على طول يهرب الشيطان من المكان. وأزرفت الدموع الكتيرة أثناء الصلاة المستمرة ليها، ولم يعد الشيطان قادر انه يحاربها او يقف جنبها بمجرد ما تقف تصلي. احبت ربنا وتفننت كتير في ارضائه واسعاده، فاستحقت مواهب كتيرة واصبحت اناء مختار وهيكل يجذب الروح القدس بإضائها الساطع، وجذبت نفوس كتيرة لنور المسيح، وساعدت الكثيرين في الرجوع إلى الرب والعودة من الخطية للنور. وعينت في الدير كرئيسة بعد وفاة رئيسة الدير، فقامت برسالتها بكل محبة وسلام وأمانة وإخلاص، وتفانت في أعمال الخير. فكانت بتحصل عجائب لكل من يطلب صلاتها بإيمان. ففي ذكرى القديس باسيليوس الكبير، واللي كانت بتحبه وتقدره كتير، سمعت صوت بيقول لها استقبلي بخار الرب والفاكهة اللي هتجيلك كل يوم، وهتتملي روحك بالسرور. وكذا حصل إنها عند استقبالها في جزيرة بطمس هتلتقي مع شيخ نوراني جميل، وهيكون ماشي على المياه، وإنه أعطاها 3 تفاحات، وإنه جاي يديها رئيسة الدير القديسة إيريني، وقال ليها إن ال3 ثمرات التفاحات دول مرسولين من الفردوس السماوي ومن قبل الله. فكانت التفاحات ال3 دول طعمهم يفوق بكتير كل تفاحات الأرض في الطعم والشكل، وكانت عطرها يفوح جدا. ففرحت القديسة جدا بالثمار المقدسة دي، وقسمت أحد الثمار ديت
وتناولت أجزائها خلال ال40 المقدسة دون أن تشرب أو تأكل خلال الفترة، وكان منها بيطلع منها عطر جميل جدا كريحة الطيب. وفي نهار الخميس المقدس قسمت التفاحة التانية بينها وبين كل راهبات الدير بعد المناولة، واحتفظت بالتفاحة التالتة وتناولتها قبل نياحتها، وهي عاشت 103 سنة. مجدت الله على جمالها الباهر، فاستحقت منه مواهب كتيرة، منها شفاء الأمراض المستعصية وطرد الشياطين والحكمة الإلهية والتدبير الإلهي ونجدة المظلومين، وكمان اللي ليهم نصيب اللي نفسهم في الإنجاب. فعد عدد الستات اللي نفسهم في الإنجاب أكتر من 40 امرأة في لبنان، وتساعدهم ساعة الولادة، ودايما يجوا للدير يتناولوا فيه التفاح المقدس اللي زرعوا الدير، وده في ديرها في اليونان. وبقى ديرها مزار مقدس لكل الزائرين من كل العالم يجوا يتناولوا فيه الثمار المقدسة المزروعة في الدير، طالبين شفاعة القديسة إيريني صاحبة الثمرات الثلاثة لنيل النعم الروحية واستجابة طلبهم. بركة صلواتها وشفاعتها تكون معاكم ومعانا أمين، وبركة شفاعة أمنا العذراء أولا وأخيرا تكون معانا أمين. وما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم، وأمين صلوات العذراء والقديسين تحوط حواليكم بكل محبة وكل سلام، وبركة صلوات القديسين تكون معاكم ومعانا دايما يا رب.